هل تعلم يا عزيزي المشاهد انه بعض ارباح التيك توكرز مو مثل ما تتوقع؟ لا تنصدم، جزء من هاي الارباح يجي من غسيل الاموال، ومع الاسف هذا الشيء واقع. واليوم راح نكتشف القصة الكاملة. التيك توك تطبيق رقص هندي شرقي عربي، تلقى بيه ناس ترقص، ناس محتواهم يشكشك، ناس يطبخون، ناس يسوون تحديات، وناس محتواهم الله أعلم شنو. لكن ويا كل هذا التنوع من المحتوى اكو قسم غريب جدا نوعا ما، قسم يستخدم التيك توك مو للضحك ولا للتعلم، يستخدموه لغسيل الاموال. زين شنو يعني غسيل اموال؟ اي شخص عادي يمكن يفكر غسيل اموال يعني تحط فلوسك بالغسالة تطلع لك فلوس جديدة وتلمع، لكن يا عزيزي المشاهد هذا الشيء غلط كليا. غسيل الأموال يعني فلوس جاية من مصدر مشبوه أو غير قانوني، مثل سرقات، تجارة غير شرعية، أو حتى تهريب. هالفلوس صعبة تستخدمها مباشرة لأن الحكومة أو البنك راح يشك بيك. فهذول الأشخاص شنو يسوون؟ لازم يخلون الفلوس تتحول بطريقة معينة تبين إنه هي فلوس طبيعية. وهنا تيجي طرق تبييض الأموال أو غسيل الأموال. واحدة من هاي الطرق السوشيال ميديا. تيك توك وفر بيئة مثالية لهذا الشيء. عندك مثلا هدايا اللايفات، أحد يفتح بيت يجمع ورود، كلوب، ابراج ايفل، واسد همينه شلون ما ادري، بس بالواقع شخص ثاني يرسل هدايا بمبالغ ضخمه تصل ملايين الدولارات، وهاي الفلوس كلها اصلها مشبوهه اي غير قانونيه، تحول نقاط داخل تيك توك وبعدين ترجع فلوس نظيفه. والدليل انه هذه المبالغ جدا ضخمه، لان تيك توك اصلا واحده ياخذ نسبه 60% من هذه المبالغ. تخيل وياي، يعني شخص يحط $1,000,000 على مود يسوي غسيل أموال، وبينما التيك توك ياخذ نسبة 60% فراح يجي له $400,000 فقط. فهذا خط أحمر لازم تنتبه له. ومرات حتى تلقى حسابات كلش غريبة، ما عندهم محتوى وما عندهم أصلا متابعين، فجأة تشوفهم يجمعون آلاف الدولارات من بث مباشر مدة ساعة بس. زين منو يتبرع بكل هذه المبالغ؟ الله أعلم، بس الواقع والأدلة تقول هذه العملة غالبا غسيل أموال. أكو تقارير أنه قسم من تيك توكرز يستخدمون حسابات وهمية أو أشخاص وسطاء يخلون فلوسهم تدخل كهدايا وبعدين يرجعوها مغسولة. يعني من البنك مثلا يسأله منين جبت هاي الفلوس أيها الغلام؟ يقول لك والله جمعتها من تيك توك، تعرف بعد هدايا متابعين وبرج ايفل على أسد على مدري شنو. أنت متخيل يعني متابع المسكين يتوقع دا يدعم شخص مبدع، لكن بالحقيقة هو مجرد ستارة لغسيل المال. ولا تسيء الظن، مو كل تيك توكرز يسوون هيك، بالعكس اصلا اكو ناس تشتغل بصدق وبنية نظيفة ومحتواهم كلش اسطوري. بس المشكلة انه هاي التصرفات تخلي سمعة تيك توك نفسه جدا سيئة، حتى تعرض المستخدمين نفسهم للخطر، لان مرات الفلوس هذه ترتبط بجرائم او شبكات خطرة جدا. فالمرة الجاية اذا شفت بث غريب بواحد تحبه ولكن هدايا بآلاف الدولارات وهو قاعد ساكت اصلا ما منتبه، فتذكر الموضوع مو صدفة، ممكن يكون مجرد عملية غسيل اموال لا اكثر. وبس والله، لو عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك واللايك واكتب رأيك بالتعليقات. واهم شي خلي بالك مو كل شي تشوفه على التيك توك هو مثل ما مبين.